والله العظيم انتي كتستاهلي ديري هاد الماسك هذا. عرفتي يا اختي كي غيخلي لك الرجيلات ديالك كيشعلوا شعيل يا اختي، كيبيضوا كينقيو كيصفيو الرجل، كيحيدوا الشكا، كيحيدوا لاطراس ديال الصنداله اللي عندك هذه اختي 3 سنين ومازال ما تحيدوش. اليوم البنات غنشارك معك هذا الماسك هذا اللي هو خطير قسما بالله العلي العظيم. حتى تبييض من اول استعمال كينقي الرجيلات البنات. اي مشاكل اللي كان عندك في الرجيلات ديالك غادي تستعملي غير هذا الماسك هذا وغتلاحظي الفرق اللي هو واضح بزاف. البنات يلا بارك عليا من السبرديله وتخبيو فيها رجيلاتكم. نوضوا لبسوا صنيدلات صيفيين وديروا هذا الماسك هذا اللي غيخلي رجيلاتكم كيشعلوا وغير بمكونات اللي هما ساهلين وبساطين وعندك في الثلاجه. نوضي اختي تهلا ليا في راسك وتهلا ليا في ديك الرجيلات اللي حالتهم اختي. راكم عارفين بلات بلا ما نوصيكم، راكم عارفين لي لايك ديالكم ضروري البنات، منهم الله يرحم بها الوالدين. انا مزوقه فيكم البنات، خليوا لي لي لايك ديالكم والتعاليق الله يرحم بها الوالدين. والله الا كنطلبكم البنات غير باش تخليو لي غير لي لايك وتعاليق، ما كنطلبكم على شي حاجه اللي مستحيله. راه غير تهزي داك الصبيه وتحطي على اللايك ديالك يعني صافي هذا هو اللي كاين. والوصفه غادي تمشي وغادي ديريها، انا متاكده ماشي 100% مليون في المية غتمشي ديريها وغتعطيك النتيجه وتقولي سيري اختي الله يرحم بها الوالدين على هاد الوصفه هذه كما فكيتيني. الله يفكك. وكنقول لك امين اختي قبل ما توصلني الدعوه كنقول لك امين وتنقول لك حتى الله يسهل عليك خلي لي اختي واحد لايك. المهم اول حاجه البنات اللي غناخذوا في الزلافه درت واحد المعلقه كبيره ديال الصابون البلدي كما كتشوفوا عندي هنايا. انا عندي سائل لحقاش كان مسدود عليه. نصيحه البنات اللي بغيتوا الصابون البلدي ديالكم يكون سائل واللي سدوا عليه او لا هكا جاري سدوا عليه، بغيتوا يكون يعني هكا قاصح حلوا عليه الميكا ولا حلوا عليه البواطه، ما تستعملوش كاع نهائيا في البواطه. المهم ثاني مكون البنات هو الشامبوان، اي نوع ديال الشامبوان اللي عندك اللي كتستعملي كتغسلي به شعرك غتستعملي منه واحد المعالقه تكون كبيره. وغادي نخلط المكونات بجوج قسما بالله البنات حتى هاد الوصفه هادي واعره بزاف بزاف. والله الا شتي لما مشيتيش درتيها دابا حاليا انا كنهضر معاك تمشي ديريها والله ما نحس بك امراه. نوضي اختي تهلاي في الرجيلات. والله الا الانوثه كتبان من الرجيلات والله العظيم. كتلقيها لابسه زوين وكل شيء زوين والريحه عاطيه منين وكتشوفي لها الرجيلات كتلقاهم مشقين حالتهم. لا اختي الرجيلات هما الاولين ضروريين، هما اللي كيهزونا وهما اللي موقفيننا. كل ما كانوا رجيلات راه ما غادي نتمشاو ما حتى شي حاجه وما نقدروا حتى شي حاجه. المهم ثاني مكونه البنات هي واحد معلقه صغيره ديال التحميره. غادي نحركها مزيان 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 حتى كيتجانس ليا مع المكونات. ويلا اختي مازال ما درتيش ليا لايك نزلي دابا ديري ليا لايك، مازال عندي لك بزاف تاع الوصفات. علاش البنات كنقول لكم لي لايك غير باش تحفزوني ونحط لكم الوصفات، يعني باش نحط لكم انا الوصفات زوينين وواعرين وعلى قد الجيب رخاصين ديال بنات الشعب. لا قد جيبي وجيبك، ما نقولك سير اختي جيبي هادي راك غاليه ب 200 درهم ولا 100 درهم ولا اختي 50 درهم دريهم و10 ريال قاضي الغرض اختي. غادي نحتاجوا واحد تقريبا معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه اولا خميره حبيبات. المهم انا كنصحكم البنات في الوصفه هذه ديال الرجل ديروا خميره المعجونه صيفطوا على 10 ريال ولا درهم راه كافياكم، حيت دابا مع الحال سخون اغلبيه كيستعمل ديك الخميره الحبيبات. المهم الا كان عندك اختي خميره المعجونه استعمليها، عندك يعني امكانيه واحد دريهم تمشي تخرجي تجيبي صابون هذا ماشي صابون سمحوا لي البنات الخميره المعجونه سخري جيبي واحد دريهم ديال الخميره المعجونه واستعمليها. ما فيك اختي ما يخرج وما موجوداش اختي عندك هاد الدريهم هادي ماشي مشكل. المهم اختي هي نديروا الوصفه ديريها ليا غير بالخميره المعجونه، غير هي ديك الخميره المعجونه ذوبيها ليا شويه مع الماء ورد وخليها حتى تذوب واستعمليها. هنا البنات غادي نستعملوا بيكربونات اللي كتعرفوها البنات كتنقى الرجيلات كتحيد الاطراس كتحيد تشقق القدمين كتبيض الرجيلات كتخليهم واعرين البنات. غادي نديروا معلقه ديال بيكربونات وكنصحكم البنات ديروا في هذه الوصفه هذه كما عطيتكم ديروا فيها بيكربونات. غنقول لكم بدلوا بيكربونات بخميره الحلويات ولكن البنات لا بيكربونات زوينه بزاف الرجيلات. المهم نتوما ديروا معلقه بيكربونات حتى الى هذه في حاله ما عندكش متوفره او ما موجوداش ممكن تستعملي خميره الحلويات. غير انا دابا الوصفه اللي كتعطيني النتيجه وكتعطيني المفعول تنعطيها لكم بالضبط بمكوناتها وبمقاديرها، ما كنبغيش نقص عليكم ما نبغيش نزيد عليكم. غير هي كاينين بعض البنات ما كيكونش عندهم المكونات متوفرين وكيبغيو يعوضوا ديك المكون بهذا المكون. كنعطيكم اقتراحات يعني تعطيكم نفس المفعول غير هي يعني ما غتعطيكم
تعطيكمش نفس النتيجه ديال الوصفه. فهمتوا البنات؟ المهم هنايا خلطت ديك معلقه ديال البيكربونات كما كتشوفوا الخليط كيفاش ولا عندي، شفتوا؟ واللي بغى تضوبل الكميه البنات ضوبل الكميه، يعني على 2 معالق ولا 3 المعالق ما درتي الكميه الاولى، بحال درتي 2 معالق ديال الصابون البلدي، 2 معالق ديال الشامبوان، 2 معالق ديال البيكربونات، وغادا بحال هكايا. المهم هنايا البنات كما كتلاحظوا ها هي الوصفه دابا عندي غادي نطبقها على الرجيلات. المهم الرجيلات ما يكونوش مغسولين، يكونوا كيف ما هما، يعني حالتهم كيف ما فيهم الشقاق وداكشي بلا ما تحتاجي تغسليهم بالصابون. هذاكشي حيت بزاف تاع البنات كيقولوا لي واش نديروا الوصفه قبل ما ندخلوا للحمام ولا بعد ما ندخلوا للحمام. ديري اختي الرجيلات يكونوا حالتهم مسخين، يعني راكم عارفين اي واحد اي حاجه كتوسخ البنات بلا ما نقول لكم حاشاكم، لحقاش الوسخ راه عادي يعني فيا وفك وفي الاخر وفي الاخره وفي العالم كامل، يعني لو كان ما كانش الوسخ ما غتكونش النظافه. المهم البنات هانتوما طريقه الاستعمال اللي هي سهله بلا ما تحكوهم البنات بالحكاكه باش نوصيكم، ما تغسلوهم ما تقربوا لي ما تلحقوا ليهم ما حتى شي حاجه. غادي تشدي اختي هاد الخلطه هذه غادي تطبقي على الرجيلات كما قلت لك يكونوا مسخين، وطبقي على الرجيلات كاملين حتى من على السيقانك طبقيها ما كتناش حتى شي مشكل. ديرها على الرجليات كاملين كما كتشوفوا، والقديمات الفوق لتحت لتحت غتحيد لينا المشاق، والفوق غتحيد لينا الحراك ديال الشمش. المهم هانتوما وهذيك الكميه البنات اللي بقات لكم ديروها على اليدين ديالكم حتى هاد اليدين راه كيتحيد منهم الحراك ديال الشمس. شفتوا البنات كما كتشوفوا؟ صافي دابا غادي ناخذ سلوفان ولا ميكا ولا اي حاجه مهم تكون عندك هكا باش توي عليها الرجيلات. وهاد الوصفه هذه البنات كتبقى المده ديال نهار كامل، تقدري تباتي بها، ممكن تباتي بها ممكن تضلي بها. المهم هي كتبغي واحد المده تبقى في الرجيلات ديالك ليله كامله اولا نهار كامل. علاش؟ باش الرجيلات كيرطابوا، يعني كيرطابوا كيتحيد منهم كاع دوك الوسوخات كاع دوك التشققات، اي حاجه كانت لك في الرجيلات ديالك من بعد ما غتغسليهم غادي تحكيهم غيرجعوا كيف ما تولدتي، يعني كيف ما تخلقتي غادي يوليو، يعني يوليو بحال الدري الصغير. المهم هنا غنلبس تقيشرات. وبالنسبه اللي غتقول لي راه تقاشر والبلاستيكه في الليل ولا شي حاجه، الا دعقاتك خليها واحد 3 سوايع ل 4 سوايع، ومن بعد حيدي البلاستيكه ولبسي تقيشرات وباتي بهم، ولا ضلي بهم من الاحسن، يعني تكوني واقفه كتشقاي. المهم البنات من بعد اللي كيرطابوا لك مزيان ليله كامله ولا نهار كامل كتشدي اختي الحكاكه والمسخون وكتبقاي تحكي مزيان في قديماتك. غتستعملي حتى الصابون، يعني تعاوني بالصابون والحكاكه، ومن بعد كتنشفيهم وكدهنيهم بالكريمه وغتشوفي الرجيلات كيولي.